اول حاجه انا هنا مغطيه العجينه طبعا، ليه؟ عشان وشها ما ينشفش. تمام اهي العجينه بتاعتي طريه خالص اهي. ناخد كده مقدار كوره اهي، نعملها كده. تمام، ناخد حبايه العجوه، هنقفل كده بكل سهوله كده اهو، بس كده خلاص. هنلفها كويس كده. تمام كده، وهنيجي في قلب الصينيه بتاعتنا ونبطط اهي. ما فيهاش اي حاجه خالص، سهله جدا وبسيطه. انا هروح اعمل بقيه الصينيه بتاعتي على نفس الشكل ده وهرجع لكم. شايفين انا كده خلصت اول صينيه معاكم اهي بالمنظر الجميل ده، ولا جهد ولا اي حاجه. انا بكور العجينه وبحطها وببطط كده. شايفين العجينه لا مشققه ولا وشها ناشف ولا اي حاجه خالص خالص. انا هكمل على نفس الطريقه دي كل المقدار اللي معايا، وهنرجع تاني عشان نشوف احنا هنسوي على درجه حراره قد ايه، ولما تطلع من الفرن هيبقى شكلها عامل ازاي. تمام، انا هنا اهو لسه مطلعه الصينيه بتاعتي معاكم اهي. دايما متعودين معايا ان انا بطلع كل حاجه سخنه. دقيقه واحده بس اجيب حاجه نمسك بيها القرصه، عشان انا مش عارفه امسكها لانها سخنه جدا. شايفين يا جماعه القرصه عامله ازاي؟ ما شاء الله، اللون جميل من تحت ومن فوق. شايفين؟ خفيفه خالص، هشه خالص، مورقه، لا مشققه ولا فيها اي حاجه. شايفين الجمال؟ الريحه تحفه مش عايزه اقول لكم. بألف هنا وشفا لله يعتمد الوصفه. ما تنسونيش في اللايك، شير للفيديو، اشتراك القناه عشان يوصلكم من كل جديد، كومنت لطيف لو الوصفه عجبتكم، وان شاء الله تعتمدوها وتحبوها. وابعتولي اللي جرب الوصفه بتاعتي يبعتلي يقول لي ايه رايه في الوصفه بعد ما عملها. وكل سنه وانتم طيبين.